أعزائي المشاهدين، ليش كذا؟ ليش بتسوي؟ ليش يا بتسوي؟ يا 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 ايش في؟ قوم 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 قوم. يا دقيقة بس، انت من جد في مويه؟ ما في؟ يا قوم 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 قوم. يا جماعة والنهاية مع الخزعبلات هذه اللي بتطلعوها، ما طفشتوا من ايام بوكيمون وانتم شغالين؟ كل شويه يطلع لي نفس الفيديو، واحد يطلع لي اشاعه وخزعبلات والعالم تصدق. في فيديو يقول لك سحابه سقطت من السماء. هذه السحابه سبحان الله لا اله الا الله، حصلتها في المزارع في بدع فارس. هذه قدر الهيه سبحان الله، نزلت الارض الحين. لا اله الا الله، امططت شكل الانسان. ممكن مخلوق زاحف يسقط من السماء، هذه صدقناها يعني، ما هي مشكله، سوزان كده. بس انه سحابه تسقط والكومنتات بيتحدى الناس، بيقول انت لا تؤمن، انت علماني. يا حبيبي ما يبغى لها علماني، يبغى لها بس تفكر شويتين وترجع كتب العلوم. ما يبغى لك تقرا الفيزياء والكيمياء، العلوم، فاكر العلوم حق المتوسطه، الغاز يتصاعد. خلاص انتهى الموضوع. وبسم الله، وعلى بعد 5 أمتار، ما دام انها على بعد 5 أمتار روح المس، دوق دوق، يمكن يطلع حلاوه قطن. ولما تشكل شكل انسان اديته بوري يعني مثلا حيرد عليك يعني ولا ايه؟ بيب. نعم. اذا انت قصدك على العجائب الوحيد، انت الوحيد من العجائب السبع، المفروض تك جنب ابو الهول. كل اللي تحتاجه نقرتين على الانترنت عشان تكتشف ان انت وعلى الصادر والوارد أن يمنعوا مثل هذه الأشياء. ربما لا يتضح الصوت على الميكروفون. لماذا هذا الاستهدار؟ اضرب السيدة عائشة. يا راجل لا، انت مو كليكين، انت ما يبغى لك كليك، تسمع كويس بس. جو بول اوفر اند سيف ذا هوستجز. كيف سمعتها؟ اضرب السيدة عائشة. كمان انت المفروض لك يعني هيبة، تجيب لي اللعبة وفي النهاية تطلع كبرت الموضوع اكثر. لعبة اطفال. وجو اند بول ذا جو بول. خلاص بلاش جو خلاص. شوية منطق ما كان حتحرج نفسك فوق المنبر وتطلع العاب ضرب السيدة عائشة. جو pull over and save the hostages، يعني روح وقف على جنب واطلق سراح الرهائن. ما في اي شيء عن السيدة عائشة رضي الله عنها. اللي قال انه كوكاكولا لا محمد لا مكة، واللي قالوا انه البوكيمون يعني لا وجود للإله. مين اللي بيبدأ الخزعبلات دي؟ في واحد انا متأكد انه في شخص وراء هذه الخزعبلات. تساقط شعر. في النهاية ترى الشرها مو عليه، الناس اللي تصدق. ليش اشمعنى يعني طلعت
في الكاميرا لما حسيت ان الدولاب ثقيل؟ يعني تستنجد انا مثلا، احنا مشاهدين حندخل على الفيديو ونقط يعني نفزع لك، وعلى اساس انه جبت الحل يعني لبست قفاز حق الفرن حق القدور ده. لا اوكي كده كويس، يلا. ايش فكرة القفاز ده حق القدور ده؟ ايش فكرته؟ انا ماني اعرف فكرة القفاز ده، ايش اضاف لقوتك البدنية والجسدية انه حيمديك تشيل الدولاب ده؟ دولاب ماسك الجدار حقك من اوله لاخره، وما جاء على بالك انه هو ثقيل؟ ايش اللي ما انت متعمد ومظبط لي الكاميرا كده في زاوية وما كان قصدك تطيح الدولاب على نفسك، ما كان قصدك تقفل الباب بالمفتاح، ولا كان قصدك تلبس قفازة حق القدور، ما كان. حتى الفيديو لما رفعته على اليوتيوب ما كان قصدك برضه يعني ترفع بالغلط؟ اوه ما كان قصدي ارفع على اليوتيوب كده، هو من نفسه ترفع. والله ما عليه. يا عمي استر نفسك انت وسرتك دي، الله يقرفك. ايش التهيؤ ده اللي انت فيه ده؟ وتعال هنا، في احد يضرب كده؟ الحجم ده وعضلات وكرشه وفي النهايه كده تضرب؟ انا ماني عارف انت بتخوف مين بالحركات هذه يعني. مره ما يخوف. فيفا ايجيبت كان يخوف اكثر منك. وايش الوقفه المتهيئه حقتك هذه اللي فجاه كده؟ فين الصوت؟ وايش العلاقه دي اللي مركبها فوق عندك في السقف ومركب عليها كسر رمل؟ اكيد طيح. اسمع خد بدل النت الضعيف حقك ده موبايلك. ايوه طبعا اعرفكم بنفسي، اللي ما يعرفني كاوي من وحوش اليمن ورعد من وحوش اليمن. نحب نطمنكم لمعجبين وحوش اليمن ومعجبين وذواقين الراب العربي والفن الاصيل، نقول الاصيل يعني من ناحيه الراب. انتظرونا على كل حال، ما ابغى اطول عليكم لان الفيديو انا حبيت اسويه عشان رعد، لان الرعد مسافر اليوم يوم 18/8/2011. رعد مسافر بكره يوم 19، يعني بكره ان شاء الله راح يوصل رعد المملكه لانه مسافر على السعوديه. راح يوصل مطار جده الساعه، ما له داعي. اما خواتك في عيوني لا تخاف شفها عوافي، كل ما في الامر بس باخذهم جواري. ما راح اكمل. المهم انتظروا الالبوم و اجيكم جيبه. يا عمي انت محشور قال لك. لا خلاص ما حكمل. بس ليش يعني بعرف ايش الفكره، السر وراء ذلك يعني. هذا ومين اللي وراك ده اللي جابه؟ كل ما تسوي حركه حد حواري ايش يا تنين المدينه مطور؟ ايش تبغى انت؟ المشكله في الدقيقه الاولى يقول ما حطول عليكم وكملت 5 دقائق، هذا وانت ما تبغى تكمل. يا جماعه ما بطول عليكم. جيبا قرف حقك ده. ايش قاعد تقول؟ راجع السعوديه وفي يوم 19 في المدري وجده، الوقت ما له داعي. لا الله خليك، انا بعرف الوقت عشان لازم نستقبله يا عمي. لا ينقلع يروح السعوديه ولا يروح فين؟ وفين نظارتك؟ ركب نظارتك، ركب نظارتك. جيبها بم برك. اباكم تسمعوا الفن العربي الاصيل. الراب مو عربي اصيل. كيف تنادي؟ كيف تقول عليه عربي اصيل؟ من فين جبتها دي؟ المنشفه اللي معلقه في دماغك؟ ومرتين لما تقول كلمات غريبه كده بينك وبين صاحبك ترجم. ها نبغى نعرف ايش معناها جيبها دي، نبغى نعرف معناها. انا نفسي اعرف. الشنب علي العطاس اللي هو مخرج شيلي، ما تعرفوه، دائما هو ورا الكاميرا، ما تعرفتوا عليه. حتتعرفوا عليه بالفيديو هذا اللي اخترته في اخر الحلقه. هي واسطه كذا وخزعبلات وكتاب حقه. شوفوا حتى انا كذا شنب
نهاية الحلقة بقول لكم يا جماعة لا تنسوا سبسكرايب وشوفوا الحلقات اللي فاتت. وبقول لكم يا جماعة هذه الحلقة آخر حلقة في الموسم، لكن ما حوقف طبعا، إن شاء الله راجع لكم بشكل أقوى. السلام عليكم. ايش اسوي؟